انت دخلت التلفازه للمغرب وعلاش كتخدم غير 3 السوايع في النهار؟ واش بصح ملي كانوا كيتقاداو لهم البرامج وما كيلقاو ما كيدوزوا فيديو فيه المواج ديال البحر كيفاش؟ يا الشريف. في المغرب في الخمسينيات كان غير راديو، هذاك الصندوق الخشبي الكبير كيتجمعوا حوله العائلات والجيران باش يسمعوا الاخبار ولا كيسمعوا شي مسرحيات اذاعيه او الموسيقى الاندلسيه، ولكن ما كانوش كيشوفوا الصوره كاع، لا بالعكس. ذاك الوقت المغرب فيه قاعات سينمائيه بمواصفات عالميه، مثلا سينما فوكس اللي كانت في الدار البيضاء واللي كتعتبر من احدث واكبر السينمات اللي كانوا في شمال افريقيا في هذيك الوقت. والواعره وانا كانوا كيشوفوا قبل كل فيلم الاخبار بالفرنسيه اشنو طاري في العالم. ايوا تما سيدي كانوا كيشوفوا اول مره الاخبار صوره وصوت. ايوا سيدي في البدايه الخمسينيات المغرب غادي يبدا يفكر باش ياسس تلفازه مغربيه، ولكن حنا ديك الساعه مازال تحت الحمايه الفرنسيه. ايوا سيدي غادي تخرج لنا واحد الشركه خاصه سميتها تيلما. تيل كتعني تلفزيون وما كتعني ماروك. هاد الشركه طبيعه الحال غيشدوها مجموعه من المستثمرين الفرنسيين وشركات كبرى. يعني الفكره ما كانتش حكوميه، يعني ماشي تلفازه ديال الدوله، وانما كانت 100% بيزنس، حيت الفرنسيين في هذيك الساعه كان خاصهم شي اله اعلاميه من اجل الترويج للاطروحه المهمه عندهم اللي هي اطروحه الاستعمار. وتما غتمشي هاد الشركه وغتشري جوج ديال القطع ارضيه، وحده في ضواحي دار البيضاء وبالضبط في عين الشوق، والاخرى ضواحي مدينه الرباط ولا كيف ما كتسمى بالسويسي. وتما غادي يبنيو واحد الاستوديوهات اللي غادي تكون اخر ما كاين في ذاك الوقيته، يا الشريف، وغادي يجيبوا احدث ما كاين في التجهيزات، اخر ما كاين في الكاميرات، اخر ما كاين في كل شيء في هذيك الوقيته، بالاضافه للاجهزه ديال الارسال اللي كتكون ضخمه جدا باش يقدروا يغطيو مدن كبرى بحال الدار البيضاء والرباط. وكان الهدف ديالهم هو اطلاق اول قناه تلفزيونيه تجاريه في افريقيا والعالم العربي. وكيقولوا بان كانت عندهم رخصه ديال الاحتكار ديال 50 عام، كانوا معولين يبقاو هنا للابد. بطبيعه الحال البرامج اللي غادي يديروا ما غاديش يديروهم لك بالعربيه، لان ديك الساعه ما موجوده حتى شي حاجه. غادي يديروا شراكه مع التلفازه الفرنسيه وياخذوا من عندها برامج سواء ترفيهيه ولا ثقافيه او حتى رياضيه، هما اللي غيبقاو يدوزوهم في التلفازه. وعاد كيقولوا مع مرور الوقت غادي يبداو يدوزوا برامج باللغه العربيه. بطبيعه الحال في ديك الوقيته هما خدامين وكيديروا التكوين الاطر المغربيه. ايوا سيدي سنه 1954 وبالضبط نهار 28 فبراير مع 8:30 ديال الليل غتبان اول صوره متحركه في المغرب في صندوق اللي كان كيتسمى ديك الساعه صندوق العجب اللي هي التلفازه، وكانت عباره على ماذا؟ عباره على شاشه الاختبار. ومن بعد غادي تبان المذيعه وغتعلن على انطلاقه بث قناه تيلما. ولات الدار البيضاء هي اول مدينه في افريقيا والعالم العربي كتستقبل بث تلفزيوني منتظم. ولكن المشكل فين كاين هو انه في سنه 1954 باش تشري تلفازه خاصك تكون انسان غني. كيقولوا بان في ديك الوقيته الا بغيتي تشري جهاز ديال التلفاز خاصك تقريبا 100,000 فرنك فرنسي واحيانا اكثر، وهذا المبلغ اللي كان ديك الساعه كيساوي ثمن ديال السياره. وديك الساعه التلفازه ماشي كان جهاز تكنولوجي، وانما كانت بحال شي اثاث فخيره، بحال شي ديكور عندك حاطو في الدار. كانت مصنوعه من الخشب اللي كيكون منقوش، وكانت ثقيله بزاف وكانت كمعلم كتحط في الصالون كرمز للثراء والجاه. ايوا ماشي غير التلفازه اللي كانت مشكل، وانما خصك تمشي تشري الديكودور ديال تيلما، يعني خصك اشتراك شهري، وهنا عاوتاني كان خاصك عاوتاني الفلوس. هادشي اللي خلى الجمهور ديال تيلما محدود جدا. كانوا غير هذوك المعمرين الفرنسيين اللي كانوا باقيين هنا، وكبار الموظفين في الاقامه العامه، وبعض الاعيان المغاربه ولا دوك الاسر المخمليه اللي كانوا في هذيك الوقت. ولكن من سوء الحظ ديالهم ان هذه الانطلاقه ديال التلفازه تزامنت مع النفي ديال محمد الخامس الله يرحمه. زيد على ذلك ان الاخبار اللي كانت كدوز فيها كانت كدوز التدشينات ديال المسؤولين الفرنسيين ولا الحفلات الراقيه ديال المجتمع الراقي، وكانت كتجاهل الغليان اللي كان في الشارع المغربي في هذيك الوقيته، وكانت كتبين بان المغرب هادئ ومتقدم وما كاين حتى شي مشكل وما خاصهم حتى شي خير، في حين ان كانت المقاومه والنضال شاعل. بقيت كان ديك الساعه السجن ديال مئات ديال الرجال ديال الحركه الوطنيه. تما المغاربه غيعتبروها هذه الشركه هذه اداه استعماريه، والهدف منها هو التخدير ديال الشعب وينسيو الناس في القضيه المهمه اللي هي القضيه الوطنيه. وتما غادي يصدروا الخلايا ديال المقاومه باوامر بالمقاطعه ديال هذه الشركه ديال تيلما، ما يشري حتى شي واحد شي جهاز وما يتفرج فيه حتى شي واحد. ومن تما ولا كتعتبر شراء التلفازه خيانه للوطن او نوع من التطبيع مع المستعمر. ومن ثم الاعيان المغاربه اللي كانوا قادرين على انهم يشريوا التلفازه ولاو خايفين يشريوها اللي يشوفوهم الناس ويسميوهم خونه. داكشي علاش تفاداو انهم يشريوها، وتما الشركه غتلقى راسها في مازق حقيقي. وتما المقاطعه غادي تخنق المداخيل ديال هذه الشركه هذه بطريقه اللي ما كانوش متوقعينها. وفي شهر ماي شهر 5 سنه 1955 وبالضبط من ورا 14 شهر من الانطلاقه ديال التلفازه من هذه الشركه ديال تيلما اللي كانت معوله تبقى 50 عام، وغيلقاو راسهم صافي وقفوا وغارقين في الديون. واخا الاقامه العامه كانت باغا تعاونهم ببعض الدعم، ولكن الوضع السياسي كان ديك الساعه مسخون بزاف، والمصير ديال فرنسا وسط المغرب بدا كيبان
ماشي هو هذاك، كيبان بانه قرب يسالي، وتم غيصدر قرار بتوقيف البث نهائيا وتصفيه الشركه، وتم غيهزوا حويجاتهم وغيمشيو كاملين، غيبقاو بعض التقنيين وحراس الامن اللي غادي يحضيو هذاك الالات والمقرات اللي غادي تبقى تما سواء ديال العين الشق او اللي كاينين في الرباط. ومن ثم غادي تبقى 5 سنوات المغرب ما فيه لا تلفازه لا والو، من غير الراديو. عاوتاني غيرجعوا الراديو تصنتوا في الاخبار للراديو من 55 حتى 1960، ودوك الالات اللي بتكنولوجيا عاليه سادين عليهم في هذوك المقرات، والاتحاد ما قادر يقرب ليهم. وفي هذيك 5 سنين طبيعه الحال المغرب غيعيش احداث تاريخيه، ثوره الملك والشعب، الرجوع ديال محمد الخامس رحمه الله، والحصول على الاستقلال وبالضبط سنه 1956. وسنه 1960 غتجي توجيهات عليا باش يشريو هذاك الماتيريال ديال شركه تيل، جميع الممتلكات والتجهيزات ديالها. وكيقولوا بعض المصادر بان تشرات تقريبا ب 100 مليون فرنك اللي هو مبلغ ضخم هذيك الساعه. وكان الهدف هو انشاء شركه عموميه اللي غتعرف لاحقا بشركات الار تي ام او الاذاعه والتلفازه المغربيه. ولكن المشكله هم الماكينات عندك، الكاميرات عندك، كل شيء عندك، ولكن شكون غيخدم بهم؟ فين هما الكفاءات؟ ما عندك حتى شي واحد كيعرف يخدم بهاد الالات. الخبره التقنيه الفرنسيه هزت حويجاتها ومشات. المغرب غادي يبغي يطلق التلفازه المغربيه ديالو، وبالضبط امتى؟ سنه 1962. واول حدث غادي تدوزو التلفازه خصو يكون هو الخطاب ديال العرش لسنه 1962. المغاربه غيمشيو عند الفرنسيين ويقترحوا لهم هذا الاقتراح بانهم يعاونوهم بطبيعه الحال بمقابل باش نبداو التلفازه تعاونونا باش ننقلوا الخطاب ديال العرش سنه 1962، واللي كان ديك الساعه وقت قصير، ما بقاش الوقت بزاف. الفرنسيين جاو من الوقت قصير بزاف، قال لهم غير سمحوا لينا. تما غادي تبان الشركه الايطاليه المشهوره ديك الساعه اللي هي راي، اللي غادي يقبلوا بالعرض وغتبان لهم بان لافير كاينه وغادي يضربوا الفلوس صحيحه. قال لهم اوكي نعاونوكم، واخا الوقت مضيق غنعاونوكم باش تلقوا اول بث اللي هو الخطاب ديال العرش سنه 1962 اللي غادي يديروه المرحوم الحسن الثاني. والايطاليين غادي يصيفطوا ديك الساعه واحد الحافله تقنيه كيقولوا بانها كانت حافله مدقدقه كامله عيانه، ماشي داكشي اللي عندهم جديد. وغادي يصيفطوا فريق من التقنيين اللي غادي يخدم مده ديال شهرين، يعني غيعاونونا في البث ديال شهرين ديال التلفازه. وفي هذيك الوقيته غادي يتكلفوا بالتكوين ديال الاطر المغربيه، يعلموهم كيفاش يخدموا بهاد الالات اللي شراوهم من عند شركه تيل. ايوا سيدي، نهار 3 مارس سنه 1962 غترجع عاوتاني التلفازات في المغرب تشعل، وهاد المره الصوره غتكون مختلفه. ما غنشوفوش فيها الفرنسيين او مذيع فرنسي، وانما المغاربه غادي يشوفوا فيها الملك ديالهم الشاب لاول مره في التلفازه، الملك الحسن الثاني الله يرحمه. ومن ثم غتاسس رسميا مؤسسه اللي غتسمى الار تي ام او الاذاعه والتلفازه المغربيه. والتلفازه ديك الساعه بطبيعه الحال عندها هي التوقيت ديالها، ما كانتش كتخدم النهار كامل، وانما كانت كتخدم ما بين 7 حتى من ورا 11 تقريبا 12 صافي كتسالي التلفازه. وكان نهار الحد اليوم الاستثنائي اللي كتبدا فيه التلفازه سواء مع الصباح سواء مع الظهيره، وكتسالي البث، ومن بعد عاوتاني كتبدا في الليل كيف العاده. وهذا هو السيستم اللي كانت خدامه به شركه تيلما في 54. هذيك 14 شهر كانت كتبدا حتى مع 8:30 كتسالي مع 11. ايوا هنا التلفازه الار تي ام غطيح في واحد المشكل تقني. اشنا هو؟ ملي كانت جات فرنسا جات مع دوك التجهيزات والالات كانوا بجوده عاليه جدا، والوقيته تلقات فيها الار تي ام البث في 62 كان منتشر واحد النظام اوروبي اللي كيتعتبر رخيص وكيستعملوه في اوروبا كامل. المشكل فين كاين هو انه التلفازات اللي كانوا شارينهم الناس ديك الساعه كانوا بالنظام عالي الجوده اللي كانت جابته معها فرنسا. باش ما ندخلوش في امور تقنيه وغنبداو نشرحوا في شي امور تقنيه، المهم التلفازات كيخدموا بنظام، والنظام اللي تلقاتو الار تي ام نظام اخر. اشنو ولا كيوقع؟ ولا كتوصل الصوره مختلفه على الصوت، ولا الصوره كتكون مقلوبه، وهذا الشيء غيخلي الناس اللي شارين كاملين تلفازه انهم يمشيو يديروا لها تعديل، يعني يمشيو يصاوبوها عاوتاني او يشريو تلفاز جديد. وهاد المشاكل هذه بطبيعه الحال راه ضروري تكون في البدايات. عاوتاني غيقع عليهم مشكل اخر وما يلقاوش باش يعمروا السوايع هذوك الساعات ديال البث. باش غتعمرهم فين هما البرامج؟ انت دوزتي الاخبار، اش غدوز من ورا الاخبار؟ ما كاينش البرامج. اش غنديروا؟ غيمشيو يدقوا على السفاره الفرنسيه ثاني باش تعطيهم برامج ثقافيه يبقاو يدوزوها في هذوك الساعات. كانت سيدي كتسالي البرامج كتسالي الاخبار. اشنو كيديروا؟ كانوا سيدي ملي كيساليو كلشي كيديروا تصويره ديال الورده وكيطلقوا معاها موسيقى كلاسيكيه. صنت مع راساتك وهنينا الله يرحم الوالد باش يقدروا يكملوا دوك السويعات ديال البث. ايوا سيدي ما اكتفاوش بالقضيه هذه، غادي تبان لهم هذه القضيه ديال التصويره جامده والموسيقى غتبان لهم ممله شيئا ما، والناس غيطلع لهم الدم. اش غنديروا لهم؟ غيطلب منهم انهم يمشيو يصوروا. الناس اللي مكلفين غيمشيو يصوروا سيدي امواج البحر وهي كتضرب. نعم سيدي، غيصوروا واحد الشريط هو اللي غيوليو يطلقوا عاوتاني. ملي كتسالي لهم برامج كاملين ما كيلقاو ما يديروا، كيقول لها سيدي طلق لي البحر. ما كاين ما يدار، ما كاين لا برامج لا والو. تزيدك هذه ما كانش ديك الوقت. ولكن الناس كيقولوا لك بان الحلاوه ديال التلفاز ديك الساعه هو المباشر، البث المباشر، يعني كتحس بداك الشيء حقيقي، ما كاينش المونتاج، ما كاينش قطع، كان كل شيء لا غلط المذيع المغرب كامل كيشوف. داك الشيء علاش كيقولوا بان المذيعين والمذيعات في ديك الوقيته كانوا كيحسوا بهم بحال شي افراد من العائله.
وكان الجمهور المغربي والعائلات المغربيه كيتيقوا في هذاك المذيع ثقه عمياء لانهم كيحسوا بهم بانهم قرابين منهم بزاف. ومن بعد بطبيعه الحال غادي يبداو يتطوروا بشويه بشويه، يبداو يدوزوا مسرحيات، غادي يدوزوا سهرات ديال الطرب الاندلسي، وبالاضافه لنشر الاخبار بطبيعه الحال، الناشد الوطني وسيره النعس. كانوا كيحترموا الوقت ديال الناس، يعني من ورا 12 ما عندكش فاش تفرج معلم. في الستينيات كان البث محصور على هذاك الشريط الساحلي، الرباط، دار البيضاء، قنيطره، ولا دوك المناطق اللي سماوهم الفرنسيين في وقت المغرب النافع. وهنا كان التحدي قدام الدوله وكيفاش توصل البث لواحد مثلا في ورزازات او في الرشيديه او في تارودانت. يعني خاصك توصل الاشاره من وراء الجبال، يعني الاشاره خاصها تنقز من وراء الجبل وتوصل للناس اللي وراء الجبال. وهنا المغرب غادي يبدا يشيد هذيك الشبكه العملاقه ديال المواصلات سواء السلكيه او اللاسلكيه، باش تولي الاشاره من الدار البيضاء تمشي لهذاك الجبل، وهذاك الجبل يوصلها نقطه اخرى، وهي غاده من نقطه لنقطه حتى كتوصل لنا للجهه الاخرى من الجبل. فالورق ولا في الفيديو هنا يقدر يبان سهل، ولكن باش تمشي تطبقها على طبيعه الحال صعيبه، لانك خاصك تطلع الحديد والبيطون واحد الجبل اللي اصلا ما فيهش الطريق، خاصك تطلع انت تصاوب فيه تما برج اللي غادي يبقى يستقبل لك الاشاره. في الفتره ديال ما بين الستينيات والسبعينيات الناس غادي يبداو شويه يشريو التلفازه بطبيعه الحال، الناس اللي قادرين. هذوك اللي عندهم تلفازه بطبيعه الحال كيتجمعوا عندهم الجيران، ضروري التلفازه راه شي حاجه اللي كيتجمعوا عليها كاملين، ويقدر يهدك مول الدار سكتوا ولا نطفي التلفازه. وكيقولوا بان في ذاك الوقت كانت التلفازه كتجمع اكثر ما كتفرق، ماشي بحال اليوم كله حاتي على تلفاز تفيدو كله فاش كيتفرج. عاوتاني تاريخ مهم اللي هو سنه 1972 وبالضبط 3 مارس. المغاربه ما غيبقاوش يشوفوا ابيض وكحل، وانما غيشوفوا اول مره الالوان. والمناسبه دائما عيد العرش. المغرب غادي يختار يخدم بالنظام ديال سيكام اللي هو نظام فرنسي، وغيكون من اوائل الدول في المنطقه اللي دخلت التكنولوجيا التلفازه بالالوان. ولكن الفرحه دائما ما كتكملش. المشكل فين كاين؟ هو انه الناس شارين تلفازات ديال بيض وكحل، ما شارينش تلفازات اللي فيهم الالوان. سيدي المذيع اش كيقول ليه انظر الى هذه الطبيعه الجميله. علاش؟ حيت المذيع عنده داكشي بالالوان، ولكن الناس في الديور راه عندهم ابيض وكحل كيبان لهم الطبيعه، ولا راه كيبان لهم داكشي ابيض وكحل. اش كيديروا ليه خاطروا بما شراو تما التلفازه ديال الايام غادي تدوز. وفي سنه 1989 وبالضبط في 4 مارس غادي تخرج لنا القناه الثانيه دوزيام انترناسيونال. كيقولوا بان كانت اول قناه خاصه تجاريه في العالم العربي وافريقيا، واللي غادي الاستديوهات ديالها في الدار البيضاء والضبط في عين السبع. وتا هي في هذيك الوقيته غادي تكون مجهزه باحدث ما كاين في التكنولوجيا، واللي ابرز المذيعين ديالها غادي يكونوا من الشباب. وحتى هي غتجيب برامج جديده وغتجيب شويه الريحه ديال الاوروبيه، يعني غتجيب برامج شيئا ما اوروبيه. وبطبيعه الحال باش تفرج في دوزيام خاصك تشري الديكودور ديال دوزيام وتخلص الاشتراك الشهري. وغدوز سنين وغادي نبعدوا من لونطين وغندوزوا الاقمار الاصطناعيه اللي خلاتك تفرج في المئات ديال القنوات الفضائيه في الدار ديالك. هنا كون وصل لهذا الفيديو. الا نسينا شي حاجه كتبوا لي هنا في لي كومونتير، ولا عقلنا على شي قصه مع التلفازه المغربيه كتبوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وزيد كاتب.